المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 133 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. استثمار كبير في خدمات النقل البري. صيانة حفير بن بنة. قتلى بقصف على مدينة عفرين السورية. الكنيست يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة. والحلف الأطلسي يعقد قمة في بروكسل لبحث سياسته المستقبلية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 14 من يونيو في مراكز العزل بالأقاليم الأوسط والجنوبي والقاشبركة وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 133 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 81 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و46 في الإقليم الجنوبي، و20 في دكم حري، و16 في مندفرة، و4 في عدخالة، و2 في عرزة، و2 في دباروة، وواحدة في صنعاء، وواحدة في كوعاتيت، وكذلك 3 إصابات في أديبرة بإقليم الكاشبركة، و3 في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 142 مريضا من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4981، شفي منهم 4420، وتوفي 16 مريضا، فيما لا يزال 545 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 14 من يونيو 2021. أوضح التقرير الإحصائي لمركز الخرائط والمعلومات تنفيذ أعمال كبيرة في سنوات الاستقلال 30 ببناء طرق استراتيجية جديدة وصيانة وتوسيع الطرق لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي. وأفاد المركز بناء طرق ترابية ومسفلة كبيرة بتنسيق مختلف المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية وقوات الدفاع، بموجب الخطة الموضوعة لوجود خدمات نقل بري سريعة وآمنة وصيانة وتحسين الطرق القديمة. وذكر بناء وتحسين وتوسيع طرق ذات أهمية استراتيجية وتنموية كبيرة، مثل طريق تسني أم حجر البالغ طوله 110 كيلومترات، وطريق كركبة شتراب البالغ طوله 135 كيلومترا، وطريق مصوع قرورة 500 كيلومتر، وطريق عدو عداد بيت قرقيش 18 كيلومترا، وطريق بيت قرقيش بلزال بالغ طوله 12 كيلومترا، وطرق تسني أديبرة وبارنتو مندفرة ومصوع نفاسيت دكم حري ومصوع عصب وأسمر سرحة. وأشار المركز إلى أن أعمال بناء الطرق الجديدة من مصوع إلى إرافايله وعد قيح فرو بلغت مرحلة الاكتمال، واكتمال طريق أسمرة عد وقري الحدود الإثيوبية أسمره عد وقرى الحدود الإثيوبية، وطريق مندفرة من حيلي مايمنه البالغ طوله 33 كيلومترا، ووجود خطة لتقصير وتوسيع طريق أسمرة مصوح. وأوضح أن العمال أو الأعمال الفاعلة المنفذة في البنية التحتية مكنت من ربط 93 قرية في الإقليم الأوسط، و616 قرية في الإقليم الجنوبي، و264 قرية في إقليم القاشبركة، و283 قرية في إقليم عنسبة، و111 قرية في إقليم شمال البحر الأحمر، و21 قرية في إقليم جنوب البحر الأحمر، وتقديم خدمات النقل اليومي لحوالي 1,600,000 مواطن. جرت أعمال إزالة الطمي من حفير ضاحية بن بنة بمديرية شامبوكو، نفذتها شركة بده للإنشاءات وشركة عدهل واحد. وأوضح المشرفون على العمل إزالة 3540 مترا مكعبا، أي حوالي 5.5 مليون كيلوغرام من الطمي من الحفير. وقال مدير ضاحية بن بنة السيد بيتشا صقاي إن امتلاء الحفير بالطمي أدى لصعوبات مائية، وشكر السكان لإنجاز العمل في وقت وجيز لا يتجاوز 8 ساعات، وسيقومون بإصلاح مساقط المياه للحيلولة دون امتلاء الحفير بالطمي مرة أخرى.
أعلنت جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في تصريح لها بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم ازدياد المتبرعين بالدم أسريا ومجتمعيا. وأوضحت الجمعية بأن أنشطة التوعية عبر وسائل الإعلام كان له دور كبير في زيادة المتبرعين الطوعيين بالدم فرديا وجماعيا وضمان تأمين الدم، وقد تم تأمين حوالي 93% من طلبات بنك الدم عام 2020. من ناحية ثانية، تم يوم 13 من يونيو ببنك الدم إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم بمشاركة ممثلي الوزارات والاتحادات الوطنية. وأوضح المدير الطبي لبنك الدم الدكتور يوهانس تخستي أهداف وأهمية اليوم العالمي للتبرع بالدم، مشيرا إلى ازدياد مستمر للمتبرعين الطوعيين بالدم في البلاد، داعيا لتعزيز الدعم الحكومي لضمان تأمين الدم. وذكر سكرتير جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم الممرض برخات موسازجي مميزات وتحديات الجمعية وبرامجها. وشهدت المناسبة مناشط تعكس أهمية التبرع بالدم لإنقاذ الحياة. تلقى 38 من المهنيين الزراعيين والشركاء من مديريات إقليم القاشبرغة دورة تدريبية لمدة أسبوع في تسني لضمان جودة وسلامة البذور. وأوضح مسؤول مراقبة الخدمات الإقليمية في مكتب وزارة الزراعة بالإقليم السيد حقوس قبر مريم إن نباتات البذور ومشتقاتها غير الآمنة تحدث أضرارا صحية. وهدفت الدورة التدريبية للرقابة والسيطرة داعيا خبراء الزراعة والمزارعين لتقديم منتجات صحية. وذكر إن القلق يزول باعتماد المزارعين على الموارد الطبيعية، موضحا الأضرار الكبيرة للكيميائيات الزراعية والبذور غير الآمنة. وأوصى المشاركون في الدورة التدريبية لمراقبة مشددة للنباتات والبذور المستجلبة من الخارج بطرق غير قانونية، ووضع حد للكيماويات المستخدمة بالمزارعين لمكافحة الآفات، مؤكدين تعزيز المشاركة للسيطرة عليها. وقال مدير مديرية تسنية السيد سيوم قبر يسوس إن الكثير من المواد الغذائية غير المعروف جودتها تدخل من دول الجوار بطريقة غير قانونية، وإن السيطرة عليها لا يخص فقط خبراء الزراعة، ويجب رفع وعي المجتمع في هذا الصدد. وعلى المشاركين في الدورة التدريبية العمل لرفع وعي المجتمع. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 16 شخصا على الأقل بينهم 11 مدنيا قتلوا في قصف مدفعي استهدف مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة. ومن بين القتلى طبيب و3 من موظفي المستشفى و3 نساء وطفل، إضافة إلى مقاتل معارض بحسب المرصد. وأوضح أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب تنتشر فيها ميليشيات موالية لإيران وللقوات الحكومية وقربها قوات كردية. ونفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أي ضلوع لها في القصف. يذكر أن منطقة عفرين الكردية الواقعة في محافظة حلب سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من الفصائل المعارضة في مارس من عام 2018. وأسفر النزاع المستمر في سوريا منذ 2011 عن نحو نصف مليون قتيل وفق المرصد السوري، وأدى إلى تهجير ونزوح الملايين. منح البرلمان الإسرائيلي الكنيست الثقة للحكومة الجديدة بقيادة زعيم قائمة يمينة نفتالي بينت وزعيم حزب يوجد مستقبل يائير لابيد. ونادت الحكومة الجديدة تأييد 60 عضوا خلال جلسة عقدها الكنيست مقابل معارضة 59 وامتناع مشرع واحد فقط وفقا لقناة الكنيست. بذلك يصبح نفتالي بينت رئيسا جديدا للوزراء في إسرائيل ينهي حقبة بنيامين نتنياهو أطول رئيس وزراء في تاريخ البلاد. وفي وقت سابق من اليوم قال بينت في كلمة أمام الهيئة العامة في الكنيست خلال جلسة التصويت على الحكومة الجديدة إن الحكومة الجديدة ستسعى جاهدة للتوصل إلى حلول عملية حقيقية لمشاكل دولة إسرائيل. فيما قال بنيامين نتنياهو خلال الجلسة إنه سيواصل العمل ضد هذه الحكومة اليسارية من أجل الإطاحة بها. وأعلن نفتالي بينت ويائير لابيد مطلع الشهر الحالي عن تشكيل حكومة ائتلاف.
يلتقي الحلفاء في الحلف الأطلسي في بروكسل على أمل فتح فصل جديد في العلاقات التي شابها نوع من التوتر في السنوات الأخيرة، خاصة مع ترامب وأردوغان. وتهدف هذه القمة التي وصفها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ بأنها لحظة محورية لطي صفحة التوتر استمر 4 سنوات مع سلف بايدن دونالد ترامب الذي هز الثقة في التحالف الغربي من خلال وصفه بأنه عفى عليه الزمن. لكن الدبلوماسيين يقولون إن أهم ما يشغل زعماء الحلف هو ضرورة إعلان بايدن التزام الولايات المتحدة من جديد بالدفاع الجماعي لحلف الأطلسي بعد عهد ترامب. وسيتبنى الحلفاء أيضا مدونة سلوك لوضع حد للتوتر الذي تسببت به القرارات الأحادية للولايات المتحدة حول الانسحاب من أفغانستان والتدخلات العسكرية لتركيا. بذلت فرق الطوارئ الروسية جهودا مضنية لإخماد حرائق غابات على مساحة تتجاوز 550 كيلومترا، معظمها في سيبيريا والشرق الأقصى للبلاد. وقالت هيئة مكافحة حرائق الغابات التابعة للحكومة الروسية إن أكبر حريق وقع في أقصى شمال شرقي جمهورية ساخا، حيث التهمت النيران 74 ألف فدان. وأضافت الهيئة أن الحرائق في محيط مدينة إيركوتسك في سيبيريا تغطي نحو 49,500 فدان، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار مادية في المناطق قليلة السكان. ومنيت روسيا في السنوات الأخيرة بشكل خاص بحرائق غابات واسعة النطاق، يلقي الخبراء باللائمة فيها على فصول الصيف التي أصبحت جافة بشكل استثنائي، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة. ختاما سيداتي وسادتي، أعود فأذكر بأبرز عناوين الأخبار. إصابة 133 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. استثمار كبير في خدمات النقل البري في البلاد. صيانة حفير بن بنة بمديرية شامبوكو. قتلى بقصف على مدينة عفرين السورية. الكنيست يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة. والحلف الأطلسي يعقد قمة في بروكسل لبحث سياسته المستقبلية. ختاما لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.